هذا النهر حكايات أجيال مروا وعاشوا وترعرعوا في ثنايا المدينة الوادعة، وهي مظللة بجبل يحميها ويرد عنها كيد الطامعين. الشام ملتقى الأحبة وأقدم عواصم الدنيا، وأهلها أهل كرم ومحبة وعطاء منذ آلاف السنين، ودمشق خط الدفاع الأول والأخير عن الأمة، متسلحة بعزيمة أبنائها المحبين لوطنهم والمستميتين في الدفاع عنه وعن ترابه. السنون مرت والأجيال تعاقبت على الشام، تغيرت مدن وهي بقيت، زالت دول وهي ظلت، وأهلها لم يحيدوا عن محبتهم لأرضهم ووطنهم قيد أنملة، يردون أطماع الخارج. مهما تغيرت الظروف عليهم وضاقت الحال بهم، لا يبدل أهل الشام محبتهم لوطنهم بكنوز الأرض وجنانها، ولسانهم يقول لإخوانهم تعالوا نتحاور، فهذا الوطن يجمعنا ويضمنا، فيه عشنا وتحت سمائه كبرنا، ورايته ظلت تحمي كرامتنا. المطالب لا تستدعي التخريب، وما بنيناه على مر السنين معا لا يمكن هدمه في لحظات. يهمنا الأمن والأمان أهم شيء، يعني لأنه نحن مبسوطين ببلدنا وبقائدنا وبهالبلد أمان وأحلى بلد يعني عنا الحمد لله. الحمد لله نحن عنا كل شيء بخير وبلدنا بخير الحمد لله، يعني عايشين بأمان ووضع حلو كثير والله. الحمد لله عايشين بأمان ببلادنا، والله يأمننا بأوطاننا، ورئيسنا الحمد لله رافع راسنا. ومهما جرى من أخطاء من قبل بعض المتنفذين لا بد من الإصلاح، لكن دون الالتفات لدعوات الهدم من الخارج، فأهل الدار والأخوة مهما اختلفوا لا يعلو صوتهم فوق صوت الأمن والحفاظ على البيت الذي بنوه حجراً فوق حجر. نهاية الموجز، هذه تحية في أمان.